أقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. لا تختلفوا فتختلف وجوهكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا استووا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قد ذهب رمضان وذهبت خيراته وذهبت بركاته وذهبت رحماته، ولا زال في دهر الله وفي زمن الله وفيما يعيشه المسلم خيرات كثيرة ونعم كثيرة، أعظمها ما تشهدونه اليوم من الفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا يوم يعظم فيه الله، يوم يفرح المؤمن بطاعة الله، يسعد في الدنيا ليسعد في الآخرة، يسعد هنا ليسعد هناك، الجزاء من جنس العمل. فلما كان سعيدا فرحا بطاعة ربه، سيكون فرحا سعيدا يوم القيامة عند لقائه سبحانه وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه عز وجل، أن ربكم سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا كرم الله، هذا فضل الله. ثم قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرح بطاعة الله عند فطره، فهو صائم طائع لله، مفطر طائع لله، في كل وقت، في كل زمان، في كل حال هو عبد لله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن قانون العبودية. ثم رجاء أن يفرح يوم القيامة. فاستبشروا رعاكم الله وحفظكم الله، استبشروا بنعمة الله، بفضل الله، برحمة الله، بعفو الله، بمغفرة الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله. قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذور، عطاء غير منقطع، غير ناقص، عطاء كاملا من الله تبارك وتعالى. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه هي الجنة التي وعدكم الله عز وجل. قال في وصفها عطاء غير مجذوذ، وقال في هذه الآية: أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار.
عاقبة المتقين الذين يخافون ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم ظلها دائم خيرها غير منقطع. هذه جنة الله تبارك وتعالى، فاستبشروا بنعمة الله واستبشروا بفضل الله يوم القيامة، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. الصوم أجره عظيم، لكن كيف نحافظ على هذا الصيام في عامنا، في دهرنا، في زماننا إلى أن نلقى ربنا؟ كيف نحافظ على عباداتنا؟ كيف نثبت عليها؟ كيف نستمر في هذه الطاعة؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني الذين يقدمون الطاعات ويعبدون الله عز وجل وقلوبهم وجلة خائفة من الله. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ يعني هذا الرجل الذي يخاف الله، وهذا الذي ينبغي أن يخاف الله، الذي يعصيه، الذي يخالف أمره، الذي لا يعظمه. تسأل أم المؤمنين رضي الله عنها: أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم مصححا المفاهيم ومعلما أمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل الله منه. هذا شأن المؤمن، هذا هم المؤمن، هو الطائع لله ومع ذلك يخاف الله، يخاف أن يرد الله عز وجل عبادته، أن لا يقبل منه صياما ولا قياما، أن لا يقبل منه طاعة. هذا هو العبد المؤمن الخائف من الله. يقال في دنيا الناس: الذي يعصي الله هو الذي ينبغي أن يخاف، أما في شرع الله القريب من الله هو الذي يخاف الله، الصالح هو الذي يخاف الله، الطائع لله العامل بالحسنات هو أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم يوما لما سمع بمقالة أنكرها صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. أكثر الناس خشية لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون همنا كيف يقبل الله سبحانه وتعالى منا الصيام والقيام ويقبل منا عباداتنا. ونحن قد سمعنا القرآن في رمضان، ماذا غير في حياتنا؟ ماذا غير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، خطابه لعباده، ماذا غير فينا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا؟ ماذا غير قوله تعالى: يا أيها الناس؟ هل استجبنا لأمر الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلك تتفكر أيها العبد وتتذكر. ضرب الله لك مثلا: لو أنزل هذا القرآن على جبل ماذا يحدث لهذا الجبل؟ يتصدع يتشقق من خشية الله، خوفا من الله تبارك وتعالى. ماذا فعل القرآن في قلبك؟ هل صدع قلبك؟ هل تأثرت بكلام ربك فغيرت حياتك؟ نحن نرى واقعنا للأسف، هؤلاء الذين يسبون الله هل سمعوا القرآن؟ الذين يجاهرون بمعاصي الله عز وجل ليلا ونهارا ويبارزون الله ويحاربونه بشتى أنواع المحرمات، هل سمعوا القرآن؟ هل وعوا القرآن؟ هل غير القرآن في حياتنا؟ هؤلاء الذين وهؤلاء كما أنتم تعلمون
ما حالنا مع ديننا؟ ما حالنا مع عبادة ربنا؟ هل عبدنا الله عز وجل كما أمر؟ هذا هو الشأن. شأن المؤمن أن يكون مسابقا في الخيرات، مسارعا لها. قال الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات، استبقوا. ولما ذكر الله عز وجل الجنة قال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم مزاجه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الجنة للمجتهدين، الجنة للذين أتعبوا أنفسهم في طاعة الله، الجنة للذين اجتهدوا ليلا ونهارا في عبادة ربهم، كانوا عبيدا لله في كل وقت وكل حين. ولما ذكر الله عز وجل أهل الإيمان فيما ذكرنا الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون فيها. أهل الإيمان أهل مسارعة، أهل مسابقة، أهل جد ونشاط، أهل تعب في طاعة الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذا أردتم مغفرة الله سارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للذين يتقون الله. ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في تعريف التقوى رضي الله عنه، قال: التقوى العمل بالتنزيل، أي بالقرآن، العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والاستعداد إلى يوم الرحيل. هؤلاء الذين شمروا للجنة، الذين عملوا بما أنزل الله من دين، وخافوا ربهم سبحانه وتعالى، وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى، وراقبوه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: سارعوا أو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت للمؤمنين، أعدت للطائعين، أعدت للصالحين. وقال الله تبارك وتعالى إخبارا عن قول موسى عليه السلام لما قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. عجلة، مسارعة، مسابقة، منافسة. هل حال الأمة اليوم في مسارعة ومسابقة في طاعة الله، أم في كسل وخمول ومسارعة في كل تافه ومع كل ساقط، ويتبعون كل تافه يسمعون به عياذا بالله، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أما شأن أهل الإيمان ليس كذلك. أهل الإيمان ليس كأهل النفاق. الله تبارك وتعالى قال عن أهل النفاق: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قاموا كسالى في خمول وعدم نشاط، لا يذكرون الله كثيرا، يذكرون الله قليلا، ومع ذلك وصفهم أنهم يصلون. وأخبر عنهم في الجهاد قال: ولو أرادوا الخروج، يعني لو أرادوا الخروج معك يا رسول الله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أنتم لستم أهل نشاط، أنتم أهل قعود. أما أهل الإيمان فكما سمعتم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. لا ينبغي أن تفتر عن طاعة الله، لا ينبغي أن تتكاسل على طاعة الله. ينبغي أن يكون قلبك حاضرا
في محبة الله، في تعظيم الله، في اتباع دين الله، في اتباع شرع الله، في الغيرة على حرمات الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جاء عن خارجة بن يزيد رحمه الله أنه قال: كانت امرأة من الأنصار اسمها أم العلاء أخبرته أنه لما اقترع الأنصار سكن المهاجرين، أهل الهجرة هاجروا من مكة إلى المدينة، وهاجروا من كل مكان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله، تركوا أموالهم وديارهم وتركوا الدنيا بأسرها طاعة لله تبارك وتعالى، خرجوا لله سبحانه وتعالى. قالت: طار لنا سكن عثمان بن مضعون، كان من المهاجرين، فسكن عندنا، يعني سكن في بيت أم العلاء، في سكن أم العلاء. قالت: فاشتكى فمرضناه، يعني اشتكى من مرض فداووه. قالت: فتوفاه الله تبارك وتعالى وكفناه في ثيابه. فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، ترحمت عليه، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فسمع مقالتها، فقال: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: قلت بأبي وأمي يا رسول الله، والله لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما فعل به، ولكن أرجو له الخير. قالت أم العلاء: فأحزنني ذلك، اهتمت لهذا الأمر. قالت: فنمت فرأيت لعثمان بن مضعون عينا تجري في الجنة، فلما أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك عمله يجري عليه، أي أكرمه الله وأدخله الجنة. لكن نبهها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أن لا تزكي أحدا في أمر الغيب، أنت لا تدري حال الناس ولا مصير الناس في الغيب عند الله تبارك وتعالى. لكن قال: أرجو له الخير. الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل يا رسول الله، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذا رسول الله ولا يدري ما يفعل به ولا يدري ما يفعل بنا. من سمع هذا الخطاب ينبغي أن لا ينقطع عن عبادة الله ولا عن طريق الاستقامة، لأنه لا تدري ما يفعل بك. أخبر الله عز وجل عن نوع من العصاة، قال سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين يطففون في الميزان ويقصرون الناس في الميزان ويأكلون الحرام والسحت. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن أولئك أنهم سيبعثون يوم القيامة وأنهم سيقومون أمام ربهم ويحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الله يحذركم نفسه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الرجل، أي خير ما يعيش به الرجل في هذه الدنيا، من خير معاش الرجل رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع فزعة أو هيعة طار إليها يبتغي الموت والقتل مظانه. رجل له فرس له خيل يركب عليه، كلما سمع بشيء، كلما سمع بداعي الجهاد ركب على فرسه يبحث عن الموت، يبحث عن لقاء الله، يبتغي الموت مظانه والقتل مظانه، أينما وجد القتل والموت كان هناك. باع نفسه لله، هذا صنف. قال: ورجل في غنيمة له غنم، ويقاس عليه كل رجل له شأن في هذه الحياة الدنيا مما يشتغل في المباح. قال: ورجل في غنيمة يتبع شعف الجبال والوديان. ماذا يصنع هذا الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى ياتيه اليقين ويترك الناس إلا من الخير. رجل في عبادة الله، الأول عابد لله بذل نفسه رخيصة في سبيل الله، والثاني حياته كلها لله، فهما عاشا لله. أحدهما بذل نفسه في سبيل الله، والآخر عاش حياته في سبيل الله، كلاهما محسن يعبد ربه حتى ياتيه اليقين ويدع الناس إلا من خير. هو في الخير مع الناس، في جماعات المسلمين يشهد خيرهم ويشهد فضلهم ويعبد ربه سبحانه وتعالى معهم، وفي الشر مجتنب إياهم تارك إياهم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا حال المسلم، أن يختلط بالناس في الخير وأن يترك الناس في الشر، أن لا يكون معهم. أولا أن يعلم الشر، وثانيا يجتنب هذا الشر ولا يكون من أهل الشر. وأنتم ترون واقعنا، نسأل سؤالا ولن نجد له جوابا إلا أن يشاء الله وإلا أن نعمل بدين الله. هذا السؤال: لماذا أمتنا متأخرة؟ لماذا نحن صرنا في آخر الأمم؟ لماذا؟ هذا سؤال ليس له جواب. الجواب لمن اتبع دينه، لمن عرف منهج ربه. نحن ضيعنا ديننا لأجل دنيا، ثم لم نحصل لا دنيا ولا دينا. ضيعنا كل خير في الدنيا والآخرة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. والعزة والخير كله والفضل كله في رجوع الناس لربهم سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ليس كلاما ينبغي أن يمر على الآذان، نساء ورجالا، لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، إنما هذا واعظ الله. هذا ليس كلامي ولا كلام الأئمة ولا كلام الدعاة ولا العلماء، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يقول الله تبارك وتعالى: لو أني كتبت على هذه الأمة إذا أخطأوا، إذا عصوا الله، إذا ارتكبوا المحرمات، لو أني كتبت عليهم أن اقتلوا أنفسكم، كانت التوبة بأن تقتل نفسك، أو اخرجوا من دياركم، لن تتوب إلا بأن تخرج من ديارك، كما كان في الأمم قبلنا في بني إسرائيل، كتب الله عز وجل عليهم القتل وأن يخرجوا من ديارهم، ما فعلوا ذلك، ما أطاقوا أن يفعلوا ذلك. وهذه الأمة قال قليل منهم لن يفعل هذا إلا قليل
وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من خلق الله. لهذا الله عز وجل حكم على بني إسرائيل بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض عقابا لهم لما عصوا ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعدها وهو سبحانه وتعالى لم يكتب علينا ذلك، كتب علينا ما ستسمعون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لو أنكم أيها الناس فعلتم وعملتم بما تسمعون، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إذا سمعت القرآن، إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت الموعظة، سمعت التذكير، سمعت النصيحة، سمعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بادر إلى عبادة ربك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، خير لك في الدنيا والآخرة، بركات تحل عليك في الدنيا والآخرة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يثبتك الله بالعمل الصالح، فالطاعة تأتي بالطاعة والحسنة تأتي بالحسنة، وهكذا إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. إذا عبدت الله عز وجل وأطعته وفقك الله عز وجل لطاعة أخرى، وهكذا. ومن عاش على شيء مات عليه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. من الذي يقول هو ربك الذي خلقك؟ لآتيناهم من لدنا، منه سبحانه وتعالى. والذي قال أن هذا الأجر هو أجر عظيم هو الله. الله هو المعظم لهذا، ومهما عظمت شيئا فلن تبلغ معرفة هذا التعظيم. ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا أردت الهداية لا ينبغي أن تجلس وتقعد كحال المنافقين ثم تقول إلى أن يهديني الله. إذا قيل لأحدنا صل، صم، اعبد ربك، اتق الله، اترك الحرام، يقول إلى أن يهديني الله. ماذا صنعت أنت؟ هل عبدت ربك لكي يهديك؟ لو كنت عبدا صالحا، لو كنت مريدا للهداية لعملت بطاعة الله، وسيوفقك الله ويسددك ويلهمك رشدك ويفتح عليك الخيرات في الدنيا والآخرة. هذا تذكير لي ولكم أيها الناس، وينبغي أن يكون هذا حال الخطب والمواعظ، أن تكون تذكيرا للناس، لأن الناس قد غفلوا كثيرا وابتعدوا كثيرا. فنحتاج أن نقف وقفة أن نتذكر فيها ونذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى، ونعلم أن الله تبارك وتعالى أخبر عن حال المؤمنين وعن حال الكافرين والمجرمين. فهل نحن من حال أولئك أم من حال أولئك؟ ينبغي أن نختار الطريق إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأمة التي ترونها، هؤلاء أبناء من؟ الذين يعصون الله ويخالفون أمر الله أبناء من؟ هذه الأمة أمة من؟ نسأل سؤالا: هل هم أبناؤنا؟ هل هذه الأمة أمتنا؟ هل إذا نظرنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وجدنا وصف أهل الإيمان ينطبق على أبنائنا، على أحوالنا، على أزواجنا، على بيوتنا، على حال أمتنا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم العن الكفرة من اليهود والنصارى ممن اعتدوا على أوليائك، اللهم عليك بهم، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم تقبل منا الطاعات، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا.
جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم.